صدق الله العظيم الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على الإجمال والتفصيل تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم الغفور التواب الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد والصلاب. رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين، والحمد لله رب العالمين. وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك، وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. ولك الحمد على ما يسرته علينا من صيام شهر رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام، اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا،
وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين يا رب العالمين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد. اللهم فأوجب لنا به الشرف المزيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك مثقفين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين يا رب العالمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم نلقاك. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك. اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنات وارزقنا جوار نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وسمعها وأمن على دعائها يا رب العالمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد وأدنى حفيظ أخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت وأنت الله الرؤوف الرحمن. نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تجيرنا من النار بقدرتك وأن تدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين.
اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، واغننا اللهم عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأمراءنا ووزراءنا وعلماءنا ومشايخنا وشبابنا ونساءنا يا رب العالمين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، ولا تطمع فينا عدوا ولا حاسدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا وجميع المسلمين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا وجميع المسلمين ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، فاغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر برحمتك يا أرحم الراحمين.